مساء الخير يا جماعة. عايز اتكلم عن النادي الاسماعيلي واللي بيحصل فيه دلوقتي. آه حتة ان احنا نجيب لعيبة ما نجيبش لعيبة نغير مدرب، مش هو ده الاساس. المهم ان احنا نبتدي خطوة صح، الاستثمار في النادي الاسماعيلي. دي الخطوة الوحيدة والمهمة، ان احنا نبقى نرجع تاني ثلاثي اضلاع الكرة المصرية. المهندس نصر ابو الحسن، مش عارف، كان في شركة اسمها شركة الحلول السعودية كانت عايزة تستثمر عندنا في النادي. هو رفض، والمحافظ اعترض كمان وحاول ان هو يتدخل. دخل دكتور عبد المنعم عمارة، ودخل آه، وزير الشباب والرياضة، ونصر ابو الحسن رفض. فانا مش عارف ليه، يعني الاستثمار هو الاساس اللي هينهض بالنادي الاسماعيلي. مهندس نصر ابو الحسن له علاقات مع العثمانيين، ومعرفش ايه اللذة في ان هم السيطرة على النادي، وان احنا بس نبقى مسيطرين، واحنا النادي يبقى محوج لينا، وهيخرج برانا لو جت شركة تانية تستثمر فيه. المفروض الهدف يبقى مصلحة النادي الإسماعيلي. مصلحة النادي الإسماعيلي إن إحنا نسترد النادي الاجتماعي، رقم واحد. رقم اتنين، رقم واحد، يبقى في شركة استثمار ترعى النادي الإسماعيلي، زي الشركة اللي كانت جاية من السعودية ترعى الإسماعيلي. نمرة اتنين، استرداد النادي الاجتماعي. فين النادي الاجتماعي؟ لغاية دلوقتي ما استلمناهوش. ليه؟ محدش بيتكلم عن المواضيع دي، بيتكلموا على مدرب ولعيبة وناشئين وكلام فارغ. فين اولا الاستثمار في النادي الاسماعيلي؟ فين تحويل الاسماعيلي لشركة مساهمة تدر دخل للنادي؟ شركة الحلول السعودية اترفض عرضها. ليه؟ ليه نصر ابو الحسن رفض عرض الشركة السعودية، شركة الحلول السعودية، للاستثمار في النادي الاسماعيلي حتى بنسبة 49%؟ دي مؤامرة لتدمير النادي الاسماعيلي. ده المفروض ده الملف ده يتحول للنيابة العامة. يعني دي جريمة كبيرة في حق جماهير النادي الإسماعيلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، فين النادي الاجتماعي؟ فين استرداد النادي الاجتماعي وعمل اشتراكات محترمة للأعضاء تدر دخل للنادي، والناس تشترك ويبقى فيه نادي كبير، نادي اجتماعي يليق بالإسماعيلي. لك الله يا إسماعيلي، فعلا بيتكلموا في ناشئين ومدرب ولعيبة وكلام فارغ في أي كلام فارغ. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضمر الشر للنادي الاسماعيلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.